تخيل معايا إن رجعنا 10 سنين لورا والساعة بقت 8 بالليل والناس كلها بدأت تتجمع قدام التلفزيون. الكل مستني المسرحية الجديدة من مسرح مصر، وتلاقي تاني يوم كل الناس بتتكلم عن المسرحية وتعيد الإفيهات. في الفترة دي مسرح مصر ما كانتش مجرد مسرحية، نجوم اتولدوا قدامنا في شهور قليلة وأسماء ما حدش يعرفها بقوا من أشهر النجوم في مصر زي علي ربيع، مصطفى خاطر، قصقص، حمد المرغني، محمد أنور وغيرهم. كل واحد فيهم بقى نجم واتفتح له أبواب كتير زي السينما والتلفزيون وحتى الإعلانات. ولو سألت أي حد وقتها هو النجاح ده هيكمل قد إيه، غالبا كان هيقولك سنين كتير. بس اللي حصل ما كانش كده خالص. بعد كام سنة الضجة قلت والإفيهات بقت أقل في الانتشار وأغلبية الجمهور حس بالتكرار. فالسؤال هنا إزاي المسرحية اللي كانت مكسرة الدنيا وصلت لمرحلة الناس كتير بقت تعتبرها مجرد ذكرى؟ فهل المشكلة كانت في النجوم ولا الجمهور هو اللي اتغير ولا النجاح نفسه كان أكبر سبب في السقوط؟ وده اللي هنجاوب عليه في الحلقة دي. قبل ما نتكلم عن مسرح مصر لازم نسأل سؤال مهم، هو أصلا كان في مسرح في مصر وقتها؟ أيوه كان في، بس مش بالشكل اللي كانت الناس متعودة عليه زمان. زمان كان في نجوم قادرين يخلوا المسرحية تفضل عايشة سنين وتفضل تتعرض والناس ترجع تشوفها أكتر من مرة. بس آخر فترة ما كانش في كده خالص، بسبب إن القنوات زادت والسوشيال ميديا بقت أقوى. الناس بقت عايزة محتوى أسرع، وفكرة إنك تروح المسرح بقت حاجة مش موجودة تقريبا، وبالذات عند الشباب. وده اللي خلى النجوم والمنتجين بقوا يشوفوا إن السينما والتلفزيون مكسبهم أحسن وأسرع، وبالنسبة للجمهور المسرح بقى مجرد ذكريات قديمة. بس وسط كل ده ظهر الفنان أشرف عبد الباقي. في الوقت اللي أغلب الناس كانت شايفة إن المسرح خلاص انتهى، كان أشرف عبد الباقي عنده رأي تاني، وكان شايف إن المشكلة مش في المسرح، المشكلة في الطريقة اللي بيتقدم بيها. ولو قدرت تقدمه بشكل يناسب الجيل الجديد الناس هترجع تتفرج على المسرح تاني. بس أكتر حاجة كان عاوز يعملها هو إنه يخلي كل الممثلين اللي في المسرح وجوه جديدة، ودي كانت أخطر حاجة في المشروع كله. كان ممكن يجيب ممثلين نجوم ويضمن النجاح والمشاهدات، بس هو ما كانش عاوز كده، وبدأ يدور على وجوه جديدة في المعاهد وفي الفرق المسرحية وفي الورش وحتى في العروض الصغيرة. وده اللي خلانا نشوف أسماء كانت بالنسبة للناس مجهولة محدش يعرفهم تقريبا، بس كان في حاجة مشتركة بينهم، وهي إن كلهم جايين من المسرح وعندهم قدرة كبيرة على الارتجال، وكل واحد فيهم كان عاوز يثبت نفسه. وده اللي خلق بينهم التنافس. ومع بداية تياترو مصر وغير المتوقع إن الجمهور عجبهم اللي شافوه، ومع كل مسرحية المشروع كان بيكبر أكتر وأكتر، وكان كل اللي يشوف المسرحية وتعجبه يقول للناس اللي يعرفها. ومن هنا بدأت المسرحية إنها تتعرف، ومن هنا كان بداية النجاح الحقيقي. في البداية كان النجاح كبير وغير متوقع بس لسه محدود. الجمهور اللي بيتابع تياترو مصر كان بيزيد من أسبوع للتاني، لكن المشروع كان لسه محتاج خطوة أكبر عشان يوصل لكل بيت. والخطوة دي كانت لما المسرحية راحت لقناة تانية. اللحظة دي كانت نقطة التحول، عشان فجأة المسرحية اللي كانت بتتشاف من جمهور معين بقت بتتعرض على واحدة من أكبر القنوات. ومن هنا كمان اتغير الاسم من تياترو مصر لمسرح مصر، والمسرحية بقى لها إنتاج وديكورات أكبر ودعاية في كل مكان. وفي شهور قليلة أبطال مسرح مصر بقى معروفين في كل بيت تقريبا، والناس كانت بتستنى المسرحية الجديدة كل أسبوع، والجمهور حب الفريق كله. في معظم الأعمال الفنية بيبقى في بطل واحد بارز، بس في مسرح مصر الموضوع كان مختلف. كل ممثل كان ليه شخصية مختلفة. علي ربيع كان ممكن يقول أي حاجة في أي وقت ويضحكك، مصطفى خاطر كان هادي بس أول ما يتكلم يقلب المسرح ضحك، قصقص كان بيعتمد على تعبيرات وشه وحركاته، وحمد المرغني ومحمد أنور وغيرهم. وده خلى الجمهور يحب الكرو كله تقريبا، حتى لو بتحب واحد فيهم أكتر من حد تاني. وواحدة من أهم الحاجات اللي ميزت مسرح مصر هي الارتجال. كان في مساحة كبيرة أوي إن الممثل يرتجل ويضيف حاجات من عنده، ولو واحد فيهم قال إفيه مش مكتوب الجمهور ضحك كان الباقي بيكمل عليه. وده اللي خلى اللي بيتفرج يحس إن بيحصل طبيعي، كأنه قاعد وسط أصحاب بيهزروا. بس رغم إن الارتجال كان سبب كبير في النجاح، إلا إنه بعد كده هيكون واحد من أسباب التراجع، وده هنرجع له بعد شوية. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة. دايما في العادي إن الممثل بيحتاج سنين عشان يبقى نجم، بس مسرح مصر القصة كانت مختلفة. ففي أقل من سنتين بقينا نشوف أبطال المسرح في كل مكان، أفلام، مسلسلات، إعلانات، وحتى برامج. كل شركة إنتاج كانت عايزة تستغل النجاح الكبير اللي حققوه، وده كان منطقي عشان المنتج لما بيلاقي ممثل ناس بتحبه أكيد هيبقى عاوز يعمل له فيلم يبقى بطل فيه. ومن هنا بدأت أول مشكلة، عشان النجاح السريع أوي ده ساعات بيبقى أصعب من الفشل. لما الجمهور يبدأ يشوفك في أي مكان بيبدأ يقارن، هل نفس الأداء اللي ضحكنا عليه في المسرح هينفع في السينما؟ وهل نفس الإفيهات دي هتنجح في المسلسلات؟ ولا كل نوع محتاج حاجة مختلفة؟ الأسئلة دي بدأت تظهر واحدة واحدة، بس في البداية ما كانش حد واخد باله منها عشان النجاح كان لسه في قمته. بس كان في علامات بتقول إن الصورة المثالية دي مش هتفضل كتير. الغريب في أي نجاح كبير إن الناس بتفتكر إن أصعب حاجة هي الوصول للنجاح ده، بس الأصعب بكتير إنك تحافظ عليه. وده بالظبط اللي حصل مع مسرح مصر. في الأول كانت كل حاجة ماشية صح، الجمهور بيضحك وكل مسرحية بتحقق نسبة مشاهدة عالية، والنجوم بقوا مطلوبين في كل مكان. بس وسط كل النجاح ده كان في مشكلة صغيرة بتكبر كل يوم ما كانش حد واخد باله منها، وهي التكرار. نفس الوصفة تقريبا كل أسبوع. خليني أسألكم سؤال، لو حد قال لك نكتة أول مرة هتضحكك ولو قالها لك تاني ممكن تبتسم، بس لو فضل يكررها كتير
هتفقد أهميتها وتأثيرها. وده تقريبا اللي حصل مع مسرح مصر. في البداية كانت كل حاجة جديدة، كل ممثل عنده شخصية وطريقة مختلفة، بس مع الوقت بقت الشخصيات دي بتكرر نفسها. علي ربيع بقى متوقع هيقول ايه، أسس متوقع هيعمل ايه، مصطفى خاطر بقت الناس مستنية نفس نوع الإفيهات. وده مش عشان بقوا ممثلين وحشين، لكن عشان أي فكرة مهما كانت ناجحة لو اتكررت كتير بتفقد عنصر المفاجأة، ودي من أهم عناصر الكوميديا أصلا. وفاكرين لما قلنا إن الارتجال كان واحد من أهم أسباب النجاح؟ هنا بقى بدأ يتحول لمشكلة. الأول كان الارتجال بحساب، كان بيضيف للمشهد، بس مع النجاح بدأت مساحة الارتجال تكبر أكتر وأكتر، وساعات كتير كانوا الممثلين بيضحكوا بعض على المسرح وبيقطعوا الحوار المكتوب، والجمهور في القاعة كان بيضحك، بس اللي بيتفرج قدام التلفزيون حس إن لأ، ده ما بقاش يضحك زي الأول. ومع الوقت كان في تغيير تاني بيحصل، نجوم مسرح مصر بقى مطلوبين في السينما والتلفزيون، وده طبيعي، بس المشكلة إن التركيز بدأ يقل في المسرح، وبقى كل واحد فيهم عنده تصوير فيلم أو مسلسل أو إعلان أو حتى برنامج. وده أثر بشكل كبير عشان مسرح مصر بيعتمد على المجموعة الكاملة اللي بينهم، وده من أهم أسباب إن مسرح مصر وقف. بس هل ده معناه إن مسرح مصر بقى وحش؟ الإجابة ممكن تبقى لأ، عشان في ناس لحد النهارده بتحب مسرح مصر ولسه بتتفرج على مسرحياته، بس اللي حصل ان سقف التوقعات بقى عالي قوي، لازم كل موسم يبقى احسن من الاول، ولو بقى اقل الناس هتشوف انه مبقاش زي الاول. في اي مشروع ناجح الناس دايما بتسال طب وبعد كده، وده بالظبط اللي حصل معاهم. في عز نجاحهم كان واضح انهم هيبقى نجوم، وكان طبيعي ان المنتجين بيتسابوا عليهم، كل منتج كان عايز يستغل نجاحه والشعبيه اللي حققوها، وده اللي حصل فعلا. بس اللي محدش توقعه ان النجاح اللي جمعهم على المسرح ما كانش هيتكرر بنفس القوه لما كل واحد يمشي في طريق لوحده، وده مش معناه انهم فشلوا، بس معناه ان نجاحهم مع بعض كان اكبر بكتير. فخلينا نفهم ليه. لو سالت اي حد وقت مسرح مصر مين اشهر واحد فيهم، هيقول لك علي ربيع، وده عشان كان اسلوبه مختلف، وحتى وقفته على المسرح كانت لوحدها بتضحك ناس كتير، وكان بيقدر يخطف الانتباه حتى لو مش بيتكلم، مجرد رد فعل كان كفايه يخلي القاعه كلها تضحك. وعشان كده شركات الانتاج شافته مشروع بطل سينما، وفعلا بدا ياخد ادوار مطلقه، بس ظهر ان اللي بينفع في المسرح مش شرط ينفع في السينما، وده عشان المسرح والسينما مختلفين عن بعض، واللي ينفع هنا مش شرط ينفع هنا. وده خلى آراء الجماهير تختلف، في ناس فضلت تحب حضوره وخفة دمه، وفي ناس شافت انه بيكرر نفسه كل الشخصيات هي، وده بيعرفنا ان النجاح في نوع فني مش شرط يبقى بنفس قوة النجاح في نوع تاني. اما مصطفى خاطر مثلا كان اهدى واحد فيهم، هو تقريبا عكس علي ربيع، ومش لازم يتكلم طول الوقت عشان يضحكك، اوقات كتير كان مجرد تعبير وشه او نظرة او حتى انه يسكت كان كفاية يضحكك، وده خلى ناس كتير تشوف ان عنده ادوات تمثيل اوسع. وفعلا بعد مسرح مصر شارك في اعمال كتير، وفي منها حقق نجاح كبير زي مسلسل نيلي وشريهان مثلا، بس برضه فضلت المقارنه موجوده، اي عمل جديد الناس بتقارنه بمصطفى خاطر بتاع مسرح مصر، وده حصل معاهم كلهم. وهتلاحظوا ان ولا واحد فيهم قدر يعيد نفس الاحساس اللي كان موجود وهم واقفين جنب بعض على المسرح. بس هل ده معناه انهم ممثلين اقل؟ لا مش شرط، بس يمكن السر الحقيقي ما كانش في اي فرد فيهم، على قد ما كان في المجموعه، في الكيمياء والمنافسه بينهم، في ان كل واحد كان بيطلع احسن ما عنده. بعد ما اتكلمنا عن رحلة الصعود وبعد كده التراجع، لسه في سؤال محتاج إجابة. هل اللي حصل كان ممكن ما يحصلش؟ هل كان في فرصة إن مسرح مصر يفضل ناجح وموجود لحد النهاردة؟ ولا النهاية دي كانت هتحصل مهما كان؟ الإجابة مش سهلة عشان ما فيش سبب واحد، اللي حصل إن مع الوقت كان كل حاجة بتوقع اللي بعدها، بس في النهاية لقينا المشروع كان بيعتبر ظاهرة فنية بقى مجرد فكرة حلوة عند ناس كتير، عشان كان كتير من جمهور مسرح مصر كانوا صغيرين وكبروا معاهم. بس خلينا نمسك الأسباب واحدة واحدة. السبب الأول في البداية ممكن تستغرب إزاي النجاح بقى سبب الفشل، لأن لو بصيت على تاريخ الفن هتلاقي إن ده حصل كتير، عشان النجاح السريع بيخلق مشكلة خطيرة وهي التوقعات. في الأول كان بالنسبة للجمهور مفاجأة، محدش كان مستني ولا متوقع النجاح ده، بس مع الوقت بقى مستني إن كل مسرحية تبقى أحلى من اللي قبلها، ودي حاجة صعبة جدا على أي حد عموما. السبب التاني استنزاف الفكرة. لو سألتكم إيه فكرة مسرح مصر هتقولي شباب بيقدموا مسرحية كوميدية كل أسبوع. الفكرة بسيطة، بس المشكلة إنك مطالب بفكرة جديدة وشخصيات جديدة وإفيهات جديدة، وكل ده بينهم فرق قليل. ودايما الكوميديا من أصعب أنواع الكتابة، عشان الضحك ملوش قانون ثابت، اللي يضحكك النهاردة مش شرط يضحكك بكرة، وعشان كده مع الوقت مبقاش فيه أفكار جديدة ومختلفة. بس الجمهور مش بيشوف الضغوطات دي، هو بيشوف النتيجة بس. ولو مسرحية بقت أقل من توقعاته هيقول مسرح مصر ما بقاش زي زمان. السبب التالت الاعتماد على الإفيهات أكتر من الحكاية نفسها، دايما حتى لو مسرحية كوميدية فلازم يكون في قصة. بس لو رجعت لمسرح مصر غالبا هتفتكر الإفيهات، بس هل هتفتكر القصة نفسها؟ في ناس كتير هتقول لأ، وده لأن مع الوقت الإفيه بقى هو البطل، أما القصة بقت مجرد وسيلة توصلنا للإفيهات، واللي برضه مع الوقت مبقتش زي الأول عشان الإفيهات برضه تقريبا بقت مكررة. السبب الرابع بيخلينا نسأل سؤال، هل المشروع كان محتاج يقف بدري عن كده؟ لو عندك مسلسل ناجح قوي وخلص هو في قمة نجاحه، الناس هتفتكروا بإيه؟ هيقولوا يا ريت كان في جزء جديد، بس لو فضلت تنزل أجزاء كتير وكل جزء بقى أقل من اللي قبله هيبدأوا يقولوا يا ريت كانوا وقفوا بدري. ودي حاجة شفناها في أعمال كتير، إنك تعرف توقف إمتى مش أقل أهمية من إنك تعرف إزاي تبدأ. وده مش معناه إن الاستمرار غلط، بس معناه إن أي مشروع لازم يعرف يجدد نفسه. هل هيغير شكل النوع اللي بيقدمه؟ هل هيغير طريقة الكتابة؟ هل هيقدر يدخل وجوه جديدة؟ ولا هيكتفي بالنجاح اللي حققه؟ عشان أسوأ حاجة دايما إن أي تجربة ناجحة تفضل تكرر نفسها، وده عشان بيبقوا متخيلين إن الجمهور هيفضل يحب نفس الحاجة دايما، بس ده مش بيحصل.
في النهاية هل اختفى مسرح مصر فعلا بعد ما رجعنا للبداية وشفنا رحلة الصعود وبعد كده التراجع واتكلمنا عن أسباب اللي حصل؟ ممكن تكون وصلت لاستنتاج، بس الحقيقة إن الإجابة مش بالبساطة دي، عشان كلمة اختفى نفسها مش دقيقة قوي. مسرح مصر موجود وحلقاته لسه موجودة، وفي ناس لحد دلوقتي لسه بتتفرج على فيديوهات منه على السوشيال ميديا. النجاح دايما له عمر حتى لو كان نجاح مش طبيعي. في ناس بتفتكر إن أي عمل ناجح المفروض يفضل ناجح دايما، لكن اللي اختفى هو إحساس إن الناس كلها مستنية المسرحية الجديدة، ودي حاجة صعبة ونادرة جدا. بس الحقيقة إن دي حاجة صعبة جدا وممكن تكون شبه مستحيلة. فهل كانت تجربة مسرح مصر فاشلة؟ وده يمكن أكتر سؤال بيستفز الناس، عشان في ناس أول ما تسمع إن شعبية مسرح مصر قلت يقولوا يبقى التجربة فشلت. بس هل ده صح؟ خلينا نبص للموضوع من زاوية مختلفة. قبل مسرح مصر كان كام واحد يعرف علي ربيع أو مصطفى خاطر أو قصقص أو غيرهم؟ الإجابة قليل قوي، والصراحة ما كانش فيه. بس بعد التجربة دي بقوا نجوم. يعني المشروع نجح في أهم حاجة كان عاوز يعملها، وهي صناعة جيل جديد، ودي حاجة مش سهلة. بس في وسط الكلام عن النجوم ناس كتير بتنسى تتكلم عن اللي جمعهم من البداية، وهو صاحب المشروع أشرف عبد الباقي. سواء اتفقت أو اختلفت مع التجربة، صعب تنكر إنه خاطر في وقت ناس كتير كانت شايفة إن المسرح انتهى. هو قرر يستثمر فيه، وفي وقت المنتجين كان بيدور على النجوم الجاهزين هو راهن على شباب محدش يعرفهم. وده قرار لو كان فشل ما كانش حد هيفتكره، لكن عشان نجح خرج ممثلين بقوا نجوم دلوقتي سواء اتفقت او اختلفت عليهم. بس هل ممكن مسرح مصر يرجع؟ وده السؤال اللي بيتكرر كتير كل فترة. الناس بتقول امتى يرجع مسرح مصر، بس السؤال اللي المفروض يتسأل لو رجع هل هيحقق نفس النجاح؟ الإجابة أصعب بكتير من أنت ممكن تكون فاكره، عشان الظروف اللي نجحت فيها مسرح مصر اختلفت، الجمهور اختلف، طريقة المشاهدة نفسها اختلفت، حتى السوشيال ميديا نفسها بقت مختلفة. دلوقتي اللي بيتفرج بقى قدامه اختيارات كتير، لدرجة إن ممكن يتفرج على كام فيديو كام ثانية ويضحك أكتر ما يتفرج على مسرحية كاملة. فلو رجعت الفكرة بنفس الشكل مش هتعمل نفس التأثير، وده مش عيب على قد ما هو لازم يبقى فيه تجربة جديدة ومختلفة. فممكن نكون محتاجين نروح مسرح مصر، بس مش لازم يكون نسخة منه. في النهاية مسرح مصر كان أكبر من مجرد مسرحية، كان مرحلة عاشها جيل كان بيستنى مسرحية جديدة كل أسبوع. ومهما اختلفت الآراء ما ينفعش ننكر إن التجربة دي نجحت وطلعت ممثلين كتير بقوا نجوم دلوقتي. يمكن مسرح مصر ما بقاش موجود، بس ده مش معناه إنه اختفى. وبس كده، أتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة. سلام.